السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم عبد الودود للطبخ والحلويات. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا بخير. بإذن الله جبت لكم واحد الوصفة يعني خفيفة وظريفة لوقت الصيف. كما نعرفوا نحوسوا يعني على حاجة خفيفة طيب بالخف وبدون لحم أو دجاج، يعني حاجة خفيفة كي وصحية في نفس الوقت، ماهيش مقلية. هذه الوصفة هي بطاطا في الفرن. نحتاج كمقادير لهذه الوصفة. هنا عندي كمية من البطاطا حسب أفراد العائلة، حوالي كيلو. هنا عندي فلفل أخضر مقطع كما راكم تشوفوا فيه رقيق. هنا عندي 2 ملاعق من المعدنوس مقطع رقيق. هنا عندي حبة طماطم كبيرة رابيتها. الأخت هنا اللي يكون عندها طماطم حبات صغار يعني تستعمل 2. هنا عندي أوراق من الرند. هنا نحتاج حوالي 6 فصوص من الثوم، يعني هذا البطاطا تحتاج للثوم. هنا عندي 2 حبات تاع بصل كبار كما راكم تشوفوا. هذه البصله انا قطعتها جوانح كما راكم تشوفوا، وحمصتها شويه في الزيت، ذبلتها خليتها صفراء. الاخت يعني اللي تحب تضيفها بدون ما تحمسها يعني تقدر تعملها. ونحتاجو زيت، نحتاجو شويه تاع الزيت، ونحتاجو هنايا شويه تاع الزعتر. الاخت هنايا اللي عندها زعتره تقدر تستعمل زعتره مع الزعتر. ونحتاجو كتوابل. هنا عندي فلفل احمر حار. الاخت يعني تقدر تستعمل الحلو كما تقدر تستعمل الحار. كذلك اذا عندها فلفل حار وتحب الحار تقدر تدير مع الفلفل. نحتاجو فلفل كحل، ونحتاجو شويه تاع راس الحانوت قليل فقط. راح باذن الله نبداو طريقه التحضير. اول حاجه راح نبداو بسم الله. نحط طماطم، راح نديرو يعني خليط نحطو فيه هذيك البطاطا والبصله. عندي هنا الثوم قلنا كميه مليحه لاباس بها. نحتاجو معدنوس مقطع. نحتاجو توابل التاليه. هنا راح ندير فلفل حار، يعني كما قلت لكم تقدر تستعمل فلفل احمر. انا راح ندير نصف ملعقه هكذا، يعني اللي يحبوا الحار. اللي ما يحبوش الحار يستعملوا فلفل احمر حلو. نحتاج كميه من الفلفل الاسود حوالي تقريبا قريب ملعقه. ونحتاجو ربع ملعقه من راس الحانوت، نحتاجو ربع ملعقه فقط. ونحتاجو حوالي 2 ملاعق من الزيت او 3. هنا حسب انا هنا قليت البصله يعني ما نحتاجش بزاف لانه البصله راه فيها الزيت. 2. انا راح نخلطوا هذا الخليط هذا، راح تجينا غنيه هذه. هذا هو الخليط راح نقصوا فيه الخضر نتاعنا. اللي يحب يعني الطماطم المعلبه تقدر الاخت تدير هنا ملعقه من الطماطم المعلبه. كما نحتاجو بطبيعه الحال الى الملح لازم شويه يعني نبنوها باش تجينا لذيذه. لازم من النهار الاول نديرو القس اللي عندنا، يعني ما نملحوهاش. هذه صار لها هذه يعني تشبه شويه للدجاج، شويه نبنوها كما نبنو الدجاج هكذا ونخلطو. انا الان راح نحط البطاطا نتاعي. البطاطا هنا شوفوا كيفاش قطعتها. البطاطا ما قطعتهاش خشينه وما قطعتهاش رقيقه، تكون يعني بهذا الحجم. هذا لازم نحطو في حاجه واسعه باش نشربوا البطاطا تاعنا هكذا. يعني نخلطوها مليح. الان
نجيبو صينيه تدخل للفرن. هنا الاخت يعني الزعتره ديرها هنا في هذه المرحله، يعني شويه تدير هكذا، تفتتها شويه هنايا، دير غصن ولا 2. هنا عندي هذه الصينيه الواسعه هذه اللي راكم تشوفوا فيها. علاش درت هذه الصينيه؟ انا الصينيه هذه درتها يعني باش تسرع لي طهي البطاطا. ماذا بها الاخت دير في وحده كيما هذه، ولا دير وحده في تاع صينيه الفرن عاديه. انا هذه تاع الزاج ما راحش نستعمل فيها ورق الطهي. اما اللي عندها صينيه الفرن تقدر تستعمل تفرش فيها ورق الطهي لتسريع عمليه الطهي. راح هنايا نحط يعني القليل فقط من الزيت. هنا الاخت يعني تقدر تستعمل زيت الزيتون، راح نحطو القليل فقط. وراح نحطو كميه من البطاطا، راح نحطو نصها فقط، ما راحش نحطوها كاع، ونحطوها عشوائي. الان شوفوا هنايا قعدت لي هذه الكميه تاع البطاطا، راح ننزعها ونخلي الماء هذاك والشرموله اللي لتحت، راح ننزعها من فوق ونخليه هذاك الخليط اللي عملناه، يعني ما راحش نجبدوها بها بالخليط تاعها. راح نوريكم. راح نحطها لهنا بهذه الطريقه ونخلي هذاك الخليط يعني اللي غمسنا فيه البطاطا نتاعنا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. راني صفيتها. الان هذاك الخليط راح نجيبو هنا الفلفل انا هنا قطعت 3 كبار. الاخت يعني تقدر دير على حسب ما تحب، تقدر دير حتى الواحد، وتقدر كذلك دير فلفل الوان. ونجيبو البصل هذا اللي كنا حمسناه بهذه الطريقه، وراح ندير له كيما هكذا. كما راكم تشوفوا هذه هي. راح نجيب الصينيه تاعنا تاع الفرن ونحطو فوقها هذاك الفلفل والبصل. كما تقدر الاخت تقسمو على 2. بعد ما دير البطاطا نتاعها اللي من الفوق، تستعمل جزء من هذه من الفوق هكذا، ونجيبو البطاطا اللي عملناها نحطوها يعني هكذا من الفوق، نفرشوها كامل. هكذا شوفوا هنا كيفاش وزعناها. هكذا هذه هي البطاطا. راح نحط الاوراق تاع الرند نتاعنا، نحطها يعني عشوائي. هذا الرند هذا راح يعطينا طعم جميل جدا، خاصة كي نغلقوا عليه راح يطلق الفايدة نتاعو. وراح نحطو هذا الزعتر، راح نحطو قسم ملعقة صغيرة فقط، يعني راح يعطينا نكهة مليحة للبطاطا تاعنا. قسم ملعقة. والزعترة الاخت تقدر ديرها يعني مع الطماطم من الداخل هكذا. انا راح نخليها كما هكذا ونغطيها بورق الالومنيوم. كما تقدر الاخت تغطيها بورق الطهي. والاخت يعني اللي تخاف، يعني انا هنا ما استعملتش الماء، خليت هذيك الطماطم راح تطلق لي الماء. الاخت يعني هنا اللي تخاف تقدر تضيف حوالي 2 4 ملاعق من الماء
من ملعقتين إلى 4 من الماء، يعني هنا حسب ما تحب السيدة. الآن أنا راح ندخله للفرن، راح يقعد لي من نصف ساعة حتى 40 دقيقة، يعني هنا حسب الفرن تاع السيدة. كاين اللي يقعد لها نصف ساعة وكاين اللي يقعد لها 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة راح نتلاقاو بإذن الله. هذا هو البلان تاعنا بعد ما خرجناه من الفرن. شوفوا كيفاش هذا هو، صدقوني رائع رائع، صدقوني راهو بنين بالبزاف، رائحه ما نقولكمش. نتمنى انكم تجربوه. ماذا بكم تنحوا هذه الاوراق تاع الرند هكذا، لانه خلاص يعني راح نحط لكم في طبيسي. خواتي الكريمات، هذه هي الكيفيه تاعنا، راهي جاهزه، جات ما شاء الله، جات بنينه، يعني بسيطه ما تديناش الوقت، وهكذا يعني وصحيه. نوخروا شويه على هذاك الزيت، يعني نبتعدوا، لازم نبتعدوا شويه على هذاك الزيت، راهي صحيه، فيها زعتر وفيها خضر. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. اذا كانت عجبتكم ماذا بكم ديروا لي جيم اسفل الفيديو، تشتركوا معايا في القناه ليصلكم كل ما هو جديد. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.